السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل مع بعض احلى كفتة فراخ ممكن تعملوها في البيت. لو جربتوها بالطريقة دي متأكدة ان انتم مش ممكن تجربوا اي طريقة تانية. بجد هتعتمدوها. هنقول كل حاجة من اول سر لونها الاحمر الجميل ده اللي يجنن، وطريقة تشكيلها من غير بقى ما تفك ولا تفرفت ولا كل الحاجات دي، وازاي نسويها مظبوط سواء في الطاسة او في الفرن وتطلع كده جوسي وطرية وتجنن. وكمان معاها ديبينج صوص رهيب طعمه حكاية لانه معمول بالخضار المشوي. يلا نشوف هنعمل كل الحاجات الحلوة دي ازاي سوا مع بعض. لو هنستخدم الأسياخ الخشب دي لازم ننقعها شوية الأول في المية كام ساعة علشان تبقى رطبة كده وما تنشفش وتتحرق مننا وقت التسوية. هنعمل النهاردة كيلو، طبعا تقدروا تنصصوا لو بتحبوا، لكن أنا بحب أعمل بزيادة وأشيل الباقي في الفريزر يعني يبقى تعب مرة واحدة. أنا هنا بستخدم نص كيلو صدور ونص كيلو وراك، الكمية متساوية يعني ممكن طبعا تقدروا تستخدموا كل المقدار صدور أو وراك زي ما تحبوا، ولكن الصدور لوحدها ممكن تنشف الكفتة، فلازم ناخد بالنا من نقطة مهمة هنقول عليها كمان شوية. الأوراق بيبقى فيها أربطة كده وأجزاء من العظم لازم نتأكد إن احنا شلناها. ممكن تستخدموا المفروم الجاهز بس أنا شخصيا بقرف وما اضمنش مكوناته فاعملوها في البيت أضمن. المكون اللي بيدي كفتة الفراخ الطراوة والطعم المميز كأنها كفتة حاتي هو 200 جرام أو كوباية من الدهن بقى سواء بقري أو ضاني. انا بجيب الدهن البقري من عند الجزار اللي هو البوش او بالانجليزي اسمه السويت فات زي ما اتكلمنا في كفتة اللحمة بالظبط بكل التفاصيل. لو بتحبوا الضاني استخدموا ليا، انا باخد الدهن واقوم نقعاه في ميه وملح الاول عشان ينزل الدم، وبعد كده اشطفه ونشفه كويس ونقطعه ونحطه في الفريزر. مهم قوي ان انا افرز الدهن علشان يتفرم معايا بسهولة سواء بقى في الكبة او المفرمة. لو هنبشره بايدينا خلوا القطع كبيرة عشان تعرفوا تبشروه بالمبشرة كويس. في حالة بقى ان احنا هنستخدم كل المقدار من الصدور يبقى بنزود المادة الدهنية شوية، يعني نخليها ربع كيلو من الدهن لكل كيلو من صدور الفراخ. ولو مش متوفر عندنا الدهن ده وعايزين نعمل كفتة اعملوها كلها بالوراك او خلوها هي معظم الكمية علشان تطلع طرية معانا. بس هو بصراحة الدهن بيدي طعم كمان مش بس قوام. وما ننساش ان احنا من وقت للتاني كده نقلب بالسباتولا علشان العجينة تطلع متجانسة وناعمة بالشكل ده كده. تعالوا بقى نجهز تتبيلة الكفتة. هحتاج الأول لحبة فلفل رومي أحمر كده كبيرة محترمة، الفلفل الرومي بيدي طعم ولون حلو قوي للكفتة، وكمان حبة بصل كبيرة يعني في حدود كده 200 جرام، لو البصل بتاعنا صغير قوي استخدموا 2، ما تكتروش البصل والفلفل عن كده. لما بعمل نص كيلو باخد نص بصلاية كبيرة ونص فلفلاية حمرا كبيرة. رشة ملح صغيرة خالص مع البصل والفلفل بتساعد ان احنا نستخلص منهم اكبر كمية من العصير. هنفرمهم في الكبة فرم ناعم، وبعدين مهم جدا ان احنا نصفيهم كويس. العصير اللي بينزل منهم ده هناخده هنعمل بيه كذا حاجة، فركزوا كده عشان دول يعني كنز بيخلوا الوصفة تحفة. كمان هنحتاج لحوالي من 2 ل 4 فصوص من الثوم على حسب انتوا بتحبوه قد ايه، بس هو بيدي للكفتة طعم حلو. دقوا عليه كده بالسكينة بيتقشر بمنتهى السهولة. وانتوا عارفين انا بحب اهرسه في الهوم بتاعي، رشة ملح صغيرة بتطلع كل الزيوت اللي موجودة في الثوم. نرجع بقى لعجينة الكفتة. هنضيف على الفراخ البصل والفلفل اللي احنا صفيناهم كويس، واربع معالق كبيرة من البرغل، انا غسلتهم كويس مش نقعتهم بس يدوب بس شطفة كده. تقدروا تستبدلوهم بالدقيق او النشا او البقسماط اللي هي فتات الخبز. ومعانا كمان حزمة من البقدونس، ممكن كزبرة لو تحبوا، ونفرمهم فرم ناعم ده تقريبا كوباية. هنتبل عجينة الكفتة أولا معلقة كبيرة من الملح، ما نقللهاش عن كده لأنه الملح مش بس للطعم هنا، لأ هو كمان بيدي قوام ممتاز للكفتة. كمان معايا معلقة كبيرة من البابريكا الحلوة. هنزود كمان عليهم معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، يا سلام لو مطحونين طازة، وكمان معلقة صغيرة من بهارات الفراخ أو أي تشكيلة بهارات تحبوها عندكم. هنزود كمان نص معلقة صغيرة من الشطة ودي اختياري، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. زودوا في عجينة الكفتة معلقة صغيرة من الكربوناتو أو البيكنج صودا مع عصر كده نص ليمونة، ده بيدي طراوة للكفتة جدا وكمان بيخليها تاخد لون حلو قوي وقت التسوية. كنت هنسى التوم، هنعجنها كويس جدا جدا ونغطيها عشان ما تنشفش، وبتدخل التلاجة تقعد على الأقل 3 ساعات، ويا ريت لو تبات لتاني يوم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعصير البصل والفلفل. بنسخن معلقة او 2 كده من الزيت على نار متوسطة، ونحمص فيهم معلقة كبيرة مليانة من صلصة الطماطم اللي هي دبس البندورة، يعني احنا بنقول عليها صلصة في مصر. وبعدين ما تتحمص كويس هزود معاهم معلقة صغيرة من البابريكا الحلوة ونديها برضو هي كمان كده تقلبتين، وبعدين ننزل عليهم بعصير البصل والفلفل. هنزود عليهم نص معلقة صغيرة من عسل النحل، وممكن تستبدلوها بمعلقة صغيرة من الكاتشب أو رشة سكر صغيرة خالص علشان بس تدي لون، ومعلقة صغيرة من الصويا صوص، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
يا دوب بس تغلي غلوتين على النار ونطفي. ممكن نعملها على البارد، لكن بالطريقة دي طعمها بيبقى أحلى بكتير، ولازم ما تبقاش خفيفة، تبقى بالقوام ده كده. هنشيل من الصلصة دي معلقة على جنب، وبقيتها هندهن بيها الكفتة عشان بتديها لون حلو قوي وقت التسوية، ومكانها بقى بنشطفه بشوية مية علشان نصبع بيهم الكفتة. طول ما احنا شغالين وبنبل ايدينا من الخلطة دي، عمر عجينة الكفتة ما هتلزق فيها ابدا، وكمان تشكيلها بيبقى بمنتهى السهولة. وعايزة اقول لكم ان على قد ما تقدروا ريحوا العجينة في التلاجة، علشان بتديها تسميغة حلوة جدا وتماسك، وكمان طعم المكونات بيبقى احلى بكتير. أظبط طريقة للتشكيل إننا نبل إيدينا ونكور العجينة كويس قوي، ونخلي السيخ في النص بالظبط، ونفردها مظبوط، وبعدين ندوس كويس قوي على الأطراف من فوق ومن تحت علشان الكفتة تثبت كويس قوي على السيخ وما تقعش وقت الشوي. وبإيدينا بقى نحاول نضغط عليها كده بصوابعنا علشان نعمل العلامات المشهورة، أو يعني نصبع أو نعقل الكفتة على السيخ. كده بعد ما خلصنا تشكيل الكفتة بنحطها في صينية على طبقة واحدة أو طبقتين بالكتير قوي، بحيث ما يمسكوش في بعض، وندخلها التلاجة نص ساعة بحيث تبرد وتشد وتتماسك تاني. مهم قوي إن هي تكون باردة ومتماسكة وقت التسوية علشان ما تفكش. ولو احنا مستعجلين ممكن ندخلها الفريزر ربع ساعة. تعالوا بقى ركزوا معايا علشان نقول كم نقطة مهمة جدا في التسوية. لو هنسويها في الفرن نشغله قبلها بحوالي ربع ساعة على أعلى درجة حرارة، يعني ممكن نقول 220 230. ولو الشواية والفرن بيشتغلوا مع بعض بنشغل الاتنين سوا. تاني حاجة مهمة إن الهواء يكون بيلف ويدور كده حوالين الكفتة وقت التسوية، فبنرصها على شبكة أو راك من بتوع الفرن، وطبعا بنكون دهنينهم بالزيت عشان الكفتة ما تلزقش، وياريت يكون تحتهم صينية عشان تجمع الدهون. بندخل الكفتة في التلت الأولاني اللي فوق اللي هو ناحية الشواية، وبرضه ما تكونش قريبة قوي علشان ما تتحرقش. بنسيبها تقريبا من 5 ل7 دقايق يدوب بس كده تتشمع أو تمسك نفسها. وبعد كده في المرحلة دي لو ما ينفعش الشواية تشتغل مع الفرن بنطفي الفرن ونكمل باقي التسوية تحت الشواية. تمام. هنخرجها بعد ال7 دقايق دول ونبدأ بقى ندهنها بالصلصة. هدهنها على الوش الأولاني وهدخلها تقعد 5 دقايق، وبعد كده هخرجها أقلبها على الناحية التانية وأدهنها برضو من الصلصة، واكرر العملية دي لحد لما تاخد لون حلو قوي وتستوي، يعني برضو ما نكترش في التسوية عن 20 دقيقة بالكتير. طيب لو حابين بقى نسويها في الطاسة، هي نفس الطريقة بالظبط زي ما عملنا في فيديو كفتة الحاتي، وعشان كده انا حتى ما صورتش الجزء ده. الحرارة بتكون عالية والطاسة تسخن كويس جدا الأول، بنرص الكفتة وبعد كده نخلي الحرارة متوسطة علشان الكفتة ما تتحرقش. أول دقيقتين 3 ممنوع نقلبها، احنا عايزينها كده تبدأ تتماسك وتاخد لون الأول، بعد كده نقلبها ونسيبها برضو دقيقة ولا دقيقتين لحد لما تاخد لون من الناحية التانية. كتر التقليب كده عمال على بطال في الكفتة هيخليها تفك وتتفرفت. أول ما الكفتة تتماسك وتبدأ تاخد لون، في المرحلة دي بقى بنزود 3 4 معالق من الصلصة مع شوية مية صغيرين خالص، ونقلبها بقى فيهم علشان تكمل تسويتها وتاخد لون حلو. بعد ما الكفتة خدت لون وشدت وتماسكت، في الآخر خالص بغطي الطاسة وهدي النار واسيبها تقريبا كمان 5 أو 10 دقايق علشان أضمن إن هي استوت من جوه تماما. عايزاكم المرة دي تجربوا تقدموا الكفتة مع صوص الخضار المشوي الرهيب. هي برضو كمان طريقة كده خبيثة علشان نأكل الولاد الخضار. ببساطة المكونات سهلة قوي. معايا حبة فلفل أحمر كبيرة، طماطماية متوسطة، حبة بصل صغيرة خالص، وحوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم. الخضار بدهنه بشوية زيت، يفضل لو زيت زيتون، ورشة ملح خفيفة ورشة فلفل كمان، وهندخله الفرن على درجة حرارة 180 لو فرن فيه مروحة، ولو فرن عادي يبقى درجة حرارة 200. الخضار هيقعد تقريبا نص ساعة بيكون استوى وبقى جميل قوي يعني. لكن التوم علشان فصوص صغيرة هياخد ربع ساعة، يعني نشوف التوم بعد ربع ساعة. بعد ما الخضار بيتشوي كويس قوي بنغطي الصينية ونركنه على جنب شوية كده، البخار بيخلي الخضار يتقشر بمنتهى السهولة، وبرضه عشان ما يبقاش سخن قوي ويحرق ايدينا. بناخد الخضار الجميل ده كله وعليه تقريبا ربع كوباية من الطحينة الخام، وتقريبا برضو نص كوباية من الزبادي. انا استخدمت علبة كده من زبادي اليوناني. معاهم معلقة كبيرة من عصير الليمون، وكمان هنزود نص معلقة صغيرة من الملح، اظبطوه حسب ذوقكم، وربع معلقة صغيرة من الكمون ومن الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة كده مليانة من البابريكا بتدي طعم حلو ولون كمان، وكمان معاهم رشة صغيرة من الشطة كده حسب ذوقكم، ونص أو ربع معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. بنخلطهم بقى كلهم بالهاند بلندر او ممكن تحطوهم في الخلاط، ونتاكد بس ان الصوص بتاعنا بقى ناعم وما فيهوش اي كتل. في الاخر بنزود معلقه كبيره من البقدونس او الكزبره الخضراء المفرومه، وبس كده بمنتهى السهوله صوص لذيذ ومغذي، وان شاء الله الاولاد هيحبوه قوي.
ووقت التقديم نجيب بقى رغيفين عيش كده جمال، تورتيلا أو عيش شامي، وأنا كنت شايلة معلقتين من الصلصة كده علشان وقت التقديم. ندهن العيش ونرش كده رشة بقدونس أو كزبرة والكفتة، وعلشان الكفتة تاخد لمعة حلوة قوي متفقين إن شوية زيت خفيف بيديها لمعة تجنن. أي طبق مشاوي لازم يكون جنبه طبق سلطة المشاوي ده، أعملها كده وافردها تحت الكفتة، وبالحرارة كده اللي نازلة منها تبدأ الخضار يدبل، تحطه بقى في ساندوتش مع الصلصة والخضار والكفتة، طعم حكاية. أو حتى تاكلوا الكفتة دي مع رز مبهر، هتلاقوا في فيديو كفتة الحياتي طريقة السلطة والرز المبهر. من الآخر ده إعلان علشان تروحوا تشوفوا الفيديو ده، لأن فيه معلومات كتير حلوة جدا. وبس كده احنا وصلنا لآخر الفيديو، يا رب يكون عجبكم. أشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.